باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الكلمة بتاعت النهاردة بنعمة ربنا يستفيد منها كل الخدام اللي بيشتغلوا في حل المشاكل، أو كل المرشدين، أو كل الآباء الكهنة، أو حتى الأب والأم اللي ممكن العاطفة بتاعتهم بتغلبهم. طب القول بتاع النهاردة بيقول إيه؟ بيقول كده: ربنا خلق أذنان، واحدة تسمع رأي والأخرى تسمع الرأي الآخر، والعقل بينهما يزن ما بين الرأيين. يعني إيه الكلام ده؟ كلمة حلوة قوي. ربنا بيقول لك ليه خلق لك؟ طبعا ده تأمل. خلق ودنين ليه؟ عشان إذا كانت في ودن هتسمع رأي الطرف، يبقى الودن التانية لازم تسمع الطرف التاني. وعلشان الإنسان ما تأثرش عاطفيا بطرف، لازم يسمع وجهة النظر التانية. وفي الآخر ربنا خلق عقل بين الودن اليمين وبين الودن الشمال، لأن العقل ده هو اللي بيجمع الحقائق ويربطها، وبروح الصلاة ربنا يرشده لحاجتين: نمرة 1 الحق فين بين الرأيين، نمرة 2 الحل يكون ازاي بين الاتنين. لأن أنا لما سمعت بوداني ما سمعتش حقائق وبس، ده أنا سمعت حقائق وقريت الشخصيات كمان. كل شخصية عبرت عن وجهة نظرها، ممكن ما تكونش بتكذب، لكن عبرت من خلال شخصيتها عن الموقف. علشان كده ربنا خلق نعمة كبيرة قوي، وهي نعمة العقل اللي يوزن بين الآراء اللي بنسمعها، وفي الوقت نفسه خلق ودنين علشان ما نسمعش الطرف على حساب طرف تاني. ادينا يا رب الحكمة والإفراز، ان احنا لو حطيتنا في موقف نسمع الطرف ده ونسمع الطرف التاني، ونحكم قلبنا وعقلنا بروح الصلاة عشان نعرف الحق ايه والنصيحة تكون ازاي. اقول لكم ايه؟ صباح الخير.